ملامح، برنامج يلقي الضوء على بعض النماذج البشرية اللي موجودة في أي مجتمع. ولما كان من الصعب على أغلب الناس إن هم يتكلموا بصراحة قدام الكاميرا، كانت لنا هذه المحاولة الخيالية لنقل صورة تسجيلية من الواقع. ملحوظة: أي تشابه بين الشخصيات والأماكن والمهن اللي موجودة في الحلقات وبين الواقع صدفة غير مقصودة. اللهم اغزيك يا شيطان. يلا يلا حسنين، ايدك بايدي هرجع كل حاجه تاني مكانها. ده اخر كلام عندك؟ ايوه يا حسنين. خلاص، انا كل اللي يهمني في دنيتي رضاك عني. السلام عليكم يا خالد. ايه اللي جابك دلوقتي؟ عايزيني بالظبط؟ ما انت استنى في ايه؟ تتكلمش ولا كلمه ولا حرف. طبق الجاكيت اللي عندك فيها طول الليل. الحمد لله حصل خير. بس احنا بقى خالي يعني ما عرفناش نكلمك في البيت، قلنا نيجي نتكلم في حته هاديه زي كده. كلام خلص، مفيش كلام بعد النهارده. ثم عايزين نفهموا حاجه. مامي نو ماني، مفيش فلوس خلاص. ايه ده احنا مش عايزين فلوس. امال عايزين ايه؟ عايزين ايه؟ ما مش عايزين حاجه، احنا عايزين مصلحتك، عايزين نقول لحضرتك ان الضوفر عمره ما يطلع من اللحم. ايوه جاي. حضرات الساده الضيوف طلباتهم تشرب ايه يا خالد؟ لا انا خدت القهوه بتاعتي وخلاص. القهوه دي على حسابي، وهات له قهوه كمان، وهات لنا 2 شاي. بالنعناع. 2 شاي بالنعناع وصلحهم. ايوه. ما تعطرنيش بقى لو سمحت. اتكلم في المفيد. انتم عايزين ايه؟ احنا عايزين نقول لحضرتك يا خالي يعني ان الممرضه دي طمعانه فيك. بقول لكم حاجه انتوا بقى، انا ما حدش هيقدر ياخد مني حاجه الا بمزاجي. بكره هيبقى هي دلوقتي عامله ان قلبها عليك وما بتطلبش منك حاجه بل انها بترسم لبين. هترسم على ايه؟ انها بقى هتطلع على شو؟ مش ياخد الريح من البلاط. لا ما هي يعني رسمه انها تتحدث لك عشان يعني بعد عمر طويل، بعد عمر طويل يعني بعد الشر يعني تورث فيه. هي ولا انتوا؟ يا خالي ما تقولش كده، احنا اهل يا حبيبي. وبعدين اديك شفت اهو دخلت بينا، فرقت بينا خالص وخدت كل حاجه سلاح مداح. ايه سلاح مداح ده؟ هي ابني عمرها ما طلبت مني حاجه. قدام هتقول لك اشتري لي الشيء الفلاني، اكتب لي حاجه في وصيتك كده يعني. يا خالي يا خالي، يعني انت شايف حضرتك في حد في الدنيا، في حد في الدنيا يخدم حد لا في الله كده؟ والله كلامك مظبوط طبعا. لا خلاص يبقى ده تصرف مش طبيعي. احنا جايين ننبهك من غير اي غرض، ودي حياتك وانت حر فيها ودي فلوسك. لا يا محسن، ما ايه؟ ساعات كل شويه تنطني. اما بنسقيني صحيح مش كفايه دول؟ ناقصك انت راغب دور. انت راخر؟ هتكلم يلا نغور يا مدحت. نور. بص يا خالي، شوف انا هقول لحضرتك حاجه، احنا راهن شرط، اول ما تطلبني اديني قدامك. السلام عليكم، هنقول اهو. يلا سلام. السلام عليكم. لا بركه. هات يد الكوفيه. هات يد. ايوه جاي. حساب بس عايزه. استنى يا منيل. كان قدامك مش حدش منه ليه؟ ها؟ هما ما دفعوش حساب طبعا. اقول لك حاجه؟ قرب يا حبيبي، قرب. خد الحساب منه ابن السعيد. وانا مالي بس خلاص. اخلص. وحشتني عدد نجوم السماء، وحشتني عدد كلام الهوى. لا مش ده كان محطوط هنا؟ ايه اللي طلعه كمان مش شغلاه؟ مش قلنا بلاش الكهرباء دي؟ لا. وايه ده؟ ايه اللي حصل في الشقه؟ ابدا، لقيتها محتاجه شويه نظافه، رحت مروقاها كده ومنضفاها. ايوه بس انت ممرضه مش شغاله يعني. ما هو عشان كمان المريض اللي هنا غالي عليا قوي، لقيت ان النظافه مهمه عشان صحته ترد له. ايه ده؟ وكمان جبتي ورد بكام؟ بس لعلمك انا شخصيا مش غاويه. ده ببلاش، حتى شم كده. ايه ده؟ برضو؟ اصل كل يوم بيجي لنا زياده عن 30 سبت ورد في المستشفى، رحت مستنضفه منهم كام ورده وجبتهم عشان احطهم هنا في الزهريه. لا ده مختلف فعلا. شكله جميل وريحته اجمل.
لا حلو حلو جميل فعلا. طيب يلزمش مني خدمه انا بقى؟ طيب انت مش عايزه مني حاجه؟ عاوزك. طيب انا مش عايزه حاجه من الدنيا كلها الا سلامتك. ايه بتبصلي كده ليه يا ساسة؟ لا ابدا، بس نفسي تطلبي مني حاجه. انا مش عايزه حاجه من الدنيا كلها الا سلامتك. طب انا عندي فكره. اتفضل. ايه رايك نروح كده نتعشى بره؟ ايه ده؟ وليه التبذير ده؟ ما انا اطبخ لك هنا الطبخه اللي على مزاجك ونقعد ناكل فيها يومين اوفر. لا انا عايز اعمل عمليه ترفيه، نتعشى كده في الهواء الطلق. هنروح فين يعني؟ نروح اختار اي حته تكون جامده قوي، 5 ستار بيقولوا عليها دي، يعني نروح شيراتون، هيلتون، ماريوت. يا لهوي. يلا ان شاء الله ما حد يحاول ان شاء الله. طب خلاص بس بشرط. إيه؟ على حسابي. اطلاقا. معقوله انت تتعاملي معايا وتخدميني بكل كده قلب، فلازم اكافئك ارد لك الجميل. يلا ما تحرم منك يا رب. يلا يلا لحظه. ايه؟ لا في حاجات لازم ترجع مطرحها. التلفزيون ده يرجع زي ما كان. حاضر. والطقم ده تكيسيه عشان التراب. يلا حاضر. يلا. ثانيه واحده. احنا وصلنا يا ستي. لا تقولي بقى ايه تاكسي ولا تدوق اتوبيس. هي المسافه طويله شويه لكن الحمد لله وصلنا. هي وعلى فكره قدامك كل فنادق ال5 نجوم كانك شفتيهم كلهم يعني. بالمناسبه تحبي تعشي ايه؟ تحبي تعشي ايه يعني؟ تحبي تعشي سميت وجبنه ولا سميت وبيض ولا سميت ودقه؟ مش فاهمه اقول لك. انا كفايه عليا سميت. تعرفي كلامك ده يعجبني. انا يعجبني الست اللي تحافظ على جسمها عشان ما يرهرطش. دلوقتي هتقعدي وان شاء الله. اتفضلي تعالي. اقعدي هنا اقعدي. بتاع السميت هات لنا سميتين لو سمحت. ارمي يا بجرال. خدي يا بابا، خدي واحده وانت واحده. تعرفي انا مش عارف من غيرك كنت هعمل ايه والله. ايه بس يا سامي ده انا ما عملتش غير الواجب. لا عملت الواجب وزياده شويه. على فكره انا فكرت اني اكتب وصيه. خير ما فكرت يا سامي. وانا فكرت اني افتكرك بحاجه. ايه سكتي ليه؟ اصلك يعني حضرتك يعني فاجئتني، ودي حاجه عمرها ما جت على بالي. طب تحبي اكتب لك كام؟ انت بتحرجني. كلام ايه ده بس يا سعيسوي؟ ده انت تستاهلي كل خير. يكفيكي 10,000 جنيه. يبقى عندك ملايين وتقول لي 10,000؟ يا ايه يا حياة جلده. مالك كشرت كده ليه؟ ابدا. وهكشر ليه؟ نخليهم 20,000. اوعي تتكلمي دلوقتي. اتقال يا بت التقل صنع. سعيسوي ارجوك ما بحبش اسمع الكلام ده. على كل ان هو بصي اخر كلام 25,000. ايه رايك بقى؟ لا يا سعيسوي. ايه؟ معقولة تشك فيا اني اكون بخدمك علشان حاجة لا سمح الله؟ لا. يا سلام عليكي، اصيله يا سعديه، اصيله والله انت اصيله. ما تعيطيش، ده احنا ورانا زفه زي دي من ايدك وتقولوا له مش عايزه. ما هو ياما يا حبيبتي دول 20 ولا 25,000 جنيه هيعملوا ايه بس في الزمن الاخضر ده؟ ملهمش قيمه. بنتي يا ضنايا الطمع يقل ما جمع. طمع ايه بس ياما؟ ده انت ما شفتهوش لما عيني كان عامل ازاي؟ ده كان بيموت. لولا ربنا كرمني وقعدت جنبه بقيت اناوله هنا برشامه وهنا اديله حقنه وماشياه كده بالمواعيد. واهله ياما يا خرابي لو احكي لك ما حدش فيهم كان طايق يقعد معاه دقيقه. انا اللي جيت على نفسي وبقيت ابات معاه في قلب البيت. نهايته المهم عايزين يشفطوا الثروه كلها وانا اطلع كده بلوشي من المولد بلا حمص. يا حبيبتي يا بنتي انت من بقيه اهله كويس ان احنا نطلع بشعرايه من دقن الخنزير. ياما فهميني وطرطقي ودانك معايا. المثل بيقول ان سرقت تسرق جمل، ودي مش سرقه بقى. ده حقي. وبعدين هو لو كان فكر يكتب لي صحيح في وصيته برضاه كان سألني. قصدك ايه؟ قصدي انه يكون جايز بيجسني
ده انت ما شفتيش يما وشه نور ازاي اول ما قلت له لا يا سعسوي يجعل يومي قبل يومك يا اخويا، مش عايزه منك حاجه. يا اختي هو يعني هيديكي من جيبه؟ ده هيلا لما يموت. ما شفتيش يما بياكل الزيتون على سعدية جعانين يا سعدية. انا توكلت على الله ونويت اعمل بنصيحتك. ان شاء الله ناوي اعمل وصيه. خير ما نويت يا اخوي، والخير ما نويت. وناوي تكتبها بقى لصالح مين؟ وانا ناوي اكتبها لصالح سعدية الممرضة بتاعتي. ايوه كده، ما كانت باينه قوي. تضحك ليه بتقول لي باينه مش باينه؟ ايه يا ادري، فلوسي وانا حر فيها. ولعلمك البت دي طيبه جدا، عندها اخلاص ووفاء. عملت لها اختبار اشوف هي طمعانه فيا ولا لا. نجحت في الاختبار بدرجه الامتياز. كويس قوي. وناوي تكتب لها كام؟ هي يعني انا عايز فعلا اكافئها، لكن في نفس الوقت عايز اغيظ قرايبي. فعلشان احقق الهدفين اغيظهم هكتب لها 20,000. ايه رايك؟ حلوين. هي كانت طول. ومين كمان؟ لا بس كده فينش بابا. لا خلاص حاك عليا. يعني انت بقيت الورث كله بقى يروح لقرايبك. وده كده ده بيبي فور. ما هي دي الحقيقه يا عيسوي. الله، انت ليك الحق تتصرف في تلت التركه. قول بقى مين تاني ومين تالت؟ لا تاني ولا تالت. محدش خدمني ولا جاملني قد السعديه. اما انك راجل قليل الاصل بصحيح. يا راجل ده انا طول عمري خدمك خدمه العبد للسيد، لا خدت منك لا ابيض ولا اسود. ده انا عيت 9 مرات اللي ما دخلت عليا حتى وفي ايدك ربع كيلو شوكولاته. شوكولاته ايه؟ ده احنا اصحاب يا اخي. الله. ايوه بس وزير التليفونات مش صاحبي، وزير الكهرباء مش صاحبي، صاحب البيت ده مش صاحبي. ايوه انا عايز اتعابي هكتب لك الوصيه يا اخي. مش انت قلت هتكتبها من غير فلوس؟ ايه تطلع عيل وهترجع في كلامك؟ ايوه انا عيل ورجعت في كلامي. ومش هجامل حد بعد كده. عايز مني حاجه بقى يا اخي؟ طب قول لي يا عيل، عايز كام؟ 5000 جنيه. يا سلام، حد شافك النهارده الصبح 5000 عشان حته ورقه؟ خلاص مش عاجبك شوف محامي غير. لا يا قادر، لا. انا هديك 20,000 جنيه. قلبي ايه ده؟ قلبي. لا مش نقدا. ما انا برضو يقول عليا تسرع. انا هكتبهم لك في الوصيه يعني قابلني بقى. اكيد. ده انا كنت هروح فيها يا جدع. يعني انا دلوقتي 20,000 ايه والسعديه 20,000. لا انا اعيد التفكير. سعديه انسانه قنوعه، عمرها ما طلبت مني حاجه، مش طماعه. فيبقى انت 20,000 وسعديه 100,000. حته الصعلوقه دي تدخل معانا في الوصيه؟ وبعد ايه؟ وبعد ما حذرناها منها؟ طب وايه يعني لما الورث يقل 100,000 جنيه؟ ولا يقل 100 جنيه. يا سلام، ما انتوا هتاخدوا الباقي وده ملايين. وحياتك يا سلام ما طريش، انا ما بقتش واثق في حاجه. تطلبوا ايه؟ استنى، هات لي فروت سالاد ومانجا. هتطلبي طلبين؟ ايوه. طيب هات لنا ايس كريم بالصودا. استنى، هات لي انا كمان ايس كريم بالصودا زيه حلو كده. تحت امركم يا فندم. خلي بالك انا لسه ما خدتش منه 20,000 جنيه. لا وايه؟ لو فكرتوا بيهم دلوقتي هيكرهوك اكتر. امر الله، بس طالعين من عينيا. على فكره، كونه انه كتبها في وصيته دي حاجه ممكن نستغلها ضدها. ازاي يعني؟ يعني مثلا نقول انها بعد ما ضمنت انها هتورثه هتفكر تقتله. ممكن ما يصدقناش زي المره اللي فاتت كده. لا بس هيخاف منها، وهيخاف انه ياخد الدواء من ايديها. فكره برضو. ومين عارف، مش يمكن ده هو اللي بتفكر فيه، ما هي دي قادره. بس المهم ان هو يقتنع بكلامنا. دي سيطرت على عقله. نعمل زيها، نخش عليه بهديه في ايدينا، نقوم نحنن قلبه ونطمعه. المهم انها فعلا تكون هديه قيمه. قيمه ازاي يعني؟ يعني كده هديه غاليه كده تزغلل العينين. تزغلل العينين؟ واجيب فلوس منين الهديه دي بقى اللي تزغلل العينين؟ ايه ده انت ما معكش 2000 جنيه مثلا؟ لا معايا مثلا، بس دي فلوسي شقيت بيها. ايوه، بس الهديه دي هي الطعم اللي هنصطاد بيه السمكه الكبيره. مش يمكن فعلا يحنن قلبه ويكتب لك عقد الشقه باسمه.
كفايه انه من محل الذهب الفخم ده. على فكره يا مدحت، ده المحل بتاعي، انا دايما بشتري منه كل حاجتي. طبعا ب 3000 جنيه بس. بس على فكره هي فعلا تسوى لها 3000 جنيه. وبعدين انت قلقان ليه؟ خالك هيفرح بيها جدا. يلا ما تترددش بقى. حار ونار في جدته. إلهي يا رب ما يوعي يلبسها يا رب. خلاص كده ارتحتي؟ لا لسه فاضل حاجه ناقصه. ايه هي؟ فكرني واحنا رايحين له ابقى اخد له كده بوكيه ورد فخم شيك يليق بيا. ورد كمان؟ ليه بقى؟ ليه ايه؟ انت هتيجي على الهايفه وتتصدر؟ وبعدين ده بوكيه ورد ب50 جنيه، لحلحها شويه. دي حاجه رمزيه، انت هتدخله بالساعه الذهب وانا هاخد له البوكيه الورد الشيك عشان يليق بيا برضه. سعديه، ايه خير؟ عندي ليك مفاجاه سعديه. ايه هي؟ مفاجاه كبيره كبيره. عارف عملت ايه؟ ايه؟ رحت للمحامي وعملت الوصيه وكتبت لك 100,000 جنيه. بجد؟ ايوه بجد. انت اميره اصيله تستاهلي كل خير، مش كده وبس، انا بلغت قرايبي عشان ايه؟ يتغاظوا ويتفرسوا. ايه مالك انت سرحانه في ايه؟ ها؟ ابدا مفيش. عن اذنك. الو؟ مين معايا؟ طيب لحظة واحدة. ده سي مدحت، عايز حضرتك في موضوع مهم. مش عايز اكلم حد من العقارب دول. طب عشان خاطري انا يا سي عيسوي، شوفوا عايزك ليه، يمكن في حاجة مهمة. والله انت اميره سعديه، اميره واخلاقك عاليه. هات يا هات. نعم في ايه؟ ازيك يا خالي وازي صحتك؟ صحيته زي البوم وخفيت وبقيت عال. اي خدمه؟ ربنا يديلك طول العمر ان شاء الله. مهم ان ربنا سبحانه وتعالى يكون بيقبل منك انت دعوه. انا عايز اقابلك نص ساعه عشان جايب لك هديه بمناسبه شفائك. هديه قيمه قوي تليق بمقامك. طب شوف اصل ايه، ما اقدرش ارفض الهديه لان ده فعل وحش، فاعتبرها مقبوله يا ابني. طب اجي لك امتى يا خالي؟ تجي لي بكره الساعه 6. يلا مع السلامه بقى. ها حاجة غريبة أوي يا سعدية. قال إيه؟ سي مدحت جاب لي هدية بمناسبة إن أنا خفيت. إزاي يعني؟ هدية؟ بمناسبة ايه دي؟ دي حاجة ما تطمنش، ضروري ألحق أتصرف. إيه يا سعدية مالك سرحت في إيه تاني؟ سي عيسوي، عشان خاطري بلاش الفلوس دي، انا مش عايزة 100,000 جنيه. ما تقوليش كده، أنت تستاهلي كل خير، ثم دي طلعت من ذمتي خلاص. أرجوك عشان خاطري، أنا بصراحة خايفة من أهلك لا يجوا يمسكوا في خناقي من بعدك. لا 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 ما يقدروش، دي وصية والوصية قانون. أصلهم نيتهم وحشة ومستنيين يجرى لك حاجة، وبعد الشر بعد الشر بعد الشر عليك، يا رب ما يوريني فيك يوم وحش، ساعتها هيفتكروا إن نيتي وحشة زيهم. أنت أصيلة أصيلة يا سعدية والله. عشان خاطري أرجوك بلاش 100,000 جنيه أرجوك. خلاص يا سعدية، ما دام دي رغبتك خلاص، أنا بكرة هروح للمحامي وأرجع حكاية الوصية بالنسبة لك. ريحت قلبي، ربنا يريح قلبك ويخليك ليا وما يحرمنيش منك، قادر يا كريم. دلوقتي بقى أي. تسمح لي أستأذن واجي بكرة أطل على حضرتك يعني. تيجي بالسلامة إن شاء الله. بالمناسبة أنت مش عايزة أي حاجة؟ متشكرة، عايزة سلامتك، بس عايزة حاجة ومكسوفة. لا ولا تكسفيش. حاجة بسيطة كده أركب بيها السرفيس. السرفيس خد. يلا يا ستي 5 جنيه بحالهم اهو. ايه 5 جنيه ايه؟ ده كتير، وانا هشتري فاكهه وهشتري خضار ولحمه، خليهم وحضرتك اديني 50 قرش، وان شاء الله اول ما اقبض بعد بكره هردهم لسيادتك على طول. بس ما كنتيش تحلفي. يلا اتفضلي اهو. الله يكرمك. سلام. الله يخليك. سلامة. سلام عليكم. ازاي بقيتي ترفضي انه يكتبك في الوصيه؟ طب كده يبقى استفدت ايه؟ ما انا كمان مش مطمنه بالعربي كده يا حسنين، انا خايفه لا يكونوا قرايبه دول بيدبروا لي مغرز، وبعدين قريبه ده اللي مش طايقني قال جاي له بكره وجايب له معاه هديه. ولما رفضت النعمه دلوقتي استفدت ايه؟
ايه دلوقتي هيطمن لي، بعد ما يطمن لي هيبقى زي الخاتم في صباعي واقدر امشي الطريق لاخره. نفسي اعرف اخره ده يبقى ايه، واعرف دماغك بتفكر في ايه يا صاحبي. بكره يموت وتطلعي من المولد بلا حمص وهتندمي. الا اذا ايه يا حسنين؟ الا اذا مات يعني وانت معاه، وبعدين تطلعي الفلوس والذهب اللي محدش يعرف مكانهم غيرك انت. يا لهوي بالي يخيبك يا حسنين، عايز نموت الراجل. بذمتك انا قلت كده؟ ايه ما انت بكلامك ده تبقى بتجساني عشان الموضوع يدخل في مخي وانفذه. انت بس اللي ظنك وحش. بس تعرف انها فكره. خص عليك يا حسنين، عايز تدخلني لومان يا راجل. لومان ايه يا بنتي؟ لا تخشي، انت ممرضه يعني تعرفي ايه اللي يخفف العيان وايه اللي يزود العي عليه. اظن انت ايه على اخرك يا دكتور وتعبت قوي، كان الله في عونك. لسه في عيانين بره يا سعديه؟ لا خلاص يا دكتور، كان نمره 45 ده اخر واحد جه لحضرتك. الحمد لله. كان يوم متعب فعلا. معلش يا دكتور، نبي الولايه ام حسين كانت عايزه تيجي تكشف وبتقول ما معاش فلوس. ابعتيها لي يا سعديه. ربنا يخليك للغلابه. على فكره احنا اشترينا دلوقتي حالا 5 لتر مسافلون، هتلاقي شويه منهم محطوطين على الحوض يا دكتور. ها؟ علي. ايوه يا دكتور. على عيني يا دكتور. عملت لك شاي بالنعناع يستاهل بقك يا سي عيسوي. جبت الشاي والنعناع منين؟ خلاص. طب وهكدب ليه؟ ما انا جايبهم من عندي. اتفضل يا سيدي انا. طب الشاي ده بقى مش هيسهرني؟ ابدا ابدا، ده بالنعناع يعني هيروقك وينعنشك ويخليك تنعس وتنام على طول. طب يا ستي كتر خيرك، تسلمي ليكي. سخنة قوي. حلو قوي. ها؟ ألف هنا وشفا. دي العقربة جوه عندك. هو مش خف؟ ايه اللي بيجيبها؟ انت مش واخد بالك انها اتأخرت شوية في فتح الباب؟ وده يعني ايه بقى؟ انت ما بتفهمش حاجة ابدا. قصدك ان في حاجه بينهم؟ لا مش معقول. معقولة ونص. تلاقيها ناوية تتجوزوا. تتجوزوا؟ طب امسكي بقى. عيسوي بيه، سلوان ومدحت بيه بره. ازيك النهارده يا خالي؟ ده واضح ان هو لسه نايم. لا ده انا سايباه كان صاحي. خالي انا جبت لحضرتك الهديه اللي كنت عايزها. ها؟ وانا جبت لحضرتك ورد جميل جدا يا خالي. ايه ده؟ هو ماله؟ هديه وريها له وهيقوم زي الرهوان. ايه؟ رهوان ايه يا اختي وبتاع ايه؟ لا بقول لك ايه، لحظه واحده انا مش مطمنه. الراجل كان زي الفل، كده كان قاعد بيكلمني قشطه. عيسوي بيه يا عيسوي بيه. ده مفيش نبض خالص. لا احسن يكون ايه؟ بعد الشر عليه. عيسوي بيه عشان خاطري اخويا يرد عليا لا يسترك. خراب يا لهوي، هو فين وادي منين؟ اعمل ايه انا دلوقتي؟ تعملي ايه؟ ليه؟ هو انت مش ممرضة؟ ده جسمه بارد خالص. يا نهار اسود،
قصدك هو مش الدكتور حلمي قال ان حالته خطيره جدا؟ الاحسن تتصلوا بكل قرايبه. طبعا طبعا، عندك حق عندك حق. انت متاكده بجد؟ انا شفت حالات كتير وقال لي لكن حاله بالشكل ده لا يمكن. اقول لكم الاحسن تطلبوا له الاسعاف، يمكن تلحقوا. ايوه بس انا مش عارفه نمره الاسعاف، هي 122 دي النجدة حبيبتي، النجدة. اوعي. يا ممتاز. يا حبيبي، الباقي في حياتك يا سيدي. طبعا بتكلم جد. اخيرا يا سيدي حصل. هنعمل ايه بقى كلنا؟ لا بقول لك ايه، بلغ انت محفوظ عشان انا مش فاضي. ها مع السلامه يا حبيبي، الف سلامه. ايه بس اللي خلاك اتسرعت وقلت الممتاز دلوقتي؟ هم لازم ياخدوا خبر. ايوه مش كنت تستنى شويه قبل ما يطبوا كده وكل حاجه تتقسم على الكل؟ عندك حق، بس هم قدامهم وقت طويل قوي قبل ما يوصلوا. تعالي ندور. عيساوي بيه يا عيساوي بيه، لا ده حتى لو نوم خفيف. عيساوي بيه قومي يا عيساوي بيه، شوف قرايبك واللي بيجرى. ايه في ايه؟ قرايبك افتكروا ان لا قدر الله حصل لك مكروه، قاموا جم يقلبوا في البيت. الله يلعنهم في كل كتاب. ايه؟ وطي صوتك يا عيساوي، دي فرصه انك تعرفهم على حقيقتهم يا اخويا. صح. يلا دلوقتي هغطيك علشان ما حدش يعرف حاجه ولا حد يشوف حاجه وانت تراقب كل حاجه. لا انا عايز اتفرج. لقيت حاجه؟ ما لقيتش حاجه عليها القيمه. يبقى شايل حاجته في الخزنه. عندك حق. طيب عادي، بس هنفتحها ازاي دي بقى؟ بالمفتاح. دور على المفتاح. المفتاح، بس الاقي المفتاح فين؟ بنت انت تعملي ايه؟ يلا بره. يلا حبيبتي بره. يلا دورك انتهى خلاص. انا لا يمكن همشي من هنا قبل ما اجيب له الدكتور. دكتور؟ والدكتور هيعمل له ايه؟ هيحييه؟ احنا بقى هنجيب له الدكتور عشان تصريح الدفنه. يلا. بتقوي عليها يا بنت، هو بقيت عيلتك؟ لا تلاقيها ملحقتش تلهب فلوسه. يا ناس حرام عليكم، حرام عليكم، ده الميت له حرمه. راسي يا قدرة. يلا انا قادره. يلا بره الاوضه دي. بره حرام عليك. يلا بره. انت من هنا يا فاصل. سلوى، ما فيش مفاتيح هنا خالص. دور كده، اتحرك تحت المخده، عند هنا، اي حاجه كده دور. نهار اسود. سلوى، انا حاسس ان خالي بيبص لي. مالك متلخبط كده ليه؟ ده ميت، هو بيحس بحاجه؟ معلش بقى يا خالي، الحقيقه بقى ميت. كل سنه وانت طيب بقى. انت لبخه قوي يا شيخ. مدحت، ده في خاتم. هات الخاتم ده بقى. مش وقت بقى الكلام ده يعني بعدين. من اولها كده. بص احنا دلوقتي نروح الخزنه نفتحها ونطلع كل الحاجات اللي فيها قبل ما اخواتك يطبوا، صح؟ والمفاتيح الخزنه ايه؟ طيب وهاخد الهديه دي كمان. ايوه بس اهم حاجه محدش ضامن. يلا يا سلوى. طب والورق؟ يلا خبي كل حاجه، اي حاجه تستخبى. يلا محدش ضامن. يلا يا ماما. عاوزين تورثوني بالحياه يا الماما يا وطين يا اندال. الحمد لله ان ربنا ما سوينيش فيك ابدا. ربنا يخليك لينا. شفتي؟ سلوى، يمكن نلاقي حاجه مهمه. بعدين نبقى نفرز الورق ده بعدين. المهم ان احنا ما نضيعش الوقت. يلا بص انا هدور تاني في الدولاب ده. اوكي دور. بس دوات لامك. ايه ده مخزن هنا صابون. بص ده بقاله بتاع يجي 20 سنه. ايه ده؟ 80. سلوى الدهب اهو، الكنز يا سلوى. افتحي طيب، افتحي بسرعه. ايه ده؟ ساعات؟ دي ساعات كلها بايظه، دي كهنه. يا نهار اسود. دوري، طب دوري على اي حاجه تاني. دوري. ايه؟
ايه؟ هدوم. لا دي هلاهيل طبعا، دي واكلها العته. خد التراب. يا ريت عدة وبس. براغيث يا سلوى. كمان استحملي يا سلوى معلش، ممكن نلاقي حاجه ان شاء الله. نلاقي ايه؟ ده المكان كله زي ما يكون ربابيكيا. انا مش فاهم ودى الفلوس فين. انا عمري ما سمعت ان بيحطوا مليم في البنوك. هي مفيش غيرها العقربه اللي جوه دي، تلاقي هي الوحيده اللي عارفه سره. اتفضل يا باشا، اتفضل. ايه ده؟ بص كل حاجه هتعرف، ربع جنيه مخروم هيطير من البيت هنعرف. انتوا مين ان شاء الله؟ احنا قرايب المرحوم. انت اللي مين؟ دي الارث. ايه؟ اللي بتديله ابر. النيرس. اوكي. انتوا بقى قرايب المرحوم. طب يكون فهمكم. مدحت وسلوى جوه في اوضه المكتب عمالين يقلبوها، مش كده وبس، فتحوا جيبوا الراجل وخدوا منه الخاتم ومفاتيح الخزنه. والله يا عال من ورانا ستيوبد مع الخاتم ده كله. معقول؟ طب يلا بقى عشان نملاها. نملى ايه؟ مش وقته. الباب مقفول، ما حدش يتحرك من خالص. ولا حركة هو. اتفضل يا باشا. ممتاز. محفوظ. الباقي في حياتكم. كل سنة وانت طيب. المهم يلا عايزين نعبي الشنطة دي ونملاها. معقول يا اساتذة؟ معقول انت وهي فر بسرعة وتيجوا تكوشوا على كل حاجة؟ ايه قلة الأدب دي؟ الراجل لسه جتته ما بردتش وعايز تقلبه ايه؟ مش عاملين لنا حساب؟ ايه الكلام ده؟ وبعدين مدحت كان لسه بيدور لحد ما انتوا تيجوا ويقول لكم على كل حاجه. دي أمور عائلية، ما تتدخليش أنت يا بنت. عائليه؟ وكنتوا فين من زمان؟ ده ما حدش فيكم كان بيزور ولا يسأل عليه، حتى اليومين اللي فاتوا ما حدش عبره. يا حنين قلبك أبيض يا صغنن. هو اللي كان متنوع على نفسه ومتقوع في بيته. إيه؟ ايوه، ما بيحبش يقابل حد. وبعدين هو خايف مننا في ايه؟ احنا طمعانين فيه في ايه؟ بس انا اللي كنت واقف جنب خالكم، وانا اللي دفعت مصاريف علاجه، وكله متقيد في الكشف اهو. اتفضل اتفضل. الباشا بتاع الحسابات، اتفضل. لا ما دام المرحوم مش ماضي عليه أنا مش هعتمده. اوكي. يلا في الخزنة. الخزنة فين؟ يلا يلا خش. ايه ده؟ حاجة كلها مبعترة، كله ايه ده؟ احنا جايين نعبي ورق ولا؟ تراب يا أخي حاسب. الأوضة ضلمة قوي. ما أنت لابس كونستابل في وشك الأول. اطمنوا مش هتلاقوا غير الكراكيب. ايه ده؟ الكلام ده ما يخش الدماغ. عيسوي كان حاطط كل ثروته هنا، كلنا عارفين كده. ما فتشنا احسن، ولا اطلب البوليس ولا كنت سرقتهم. لا يا حبيبي، انا اللي هجيب البوليس عشان يفتش ويحقق بنفسه. انا ما اسمحلكش. ايه يا صغير؟ ما تضربني يا ولا؟ انت فاكر عشان نفسك غني يعني تكون حمايه؟ لا، ده انا اضربك واضربك. طب وريني بقى، وريني. حبوا بعض. ايه؟ خلاص مفيش قلب بقى كله. بعدين فرج الناس علينا ولا ايه؟ فاهم؟ احنا نبعت نجيب المحامي بتاعه يجرد الشقه قبل ما نحرقها. انت بتقول ايه؟ يجرد ايه؟ مش هفكروا في الاول في الراجل اللي مرمي جوه ده. هيتغسل ازاي؟ وهيتدفن فين؟ وهتعملوا العزا فين؟ مش مشكلة، هنقسم المصاريف علينا احنا الثلاثة. سوري، كان عليا انا نص دستة كراسي. أصيل مردودة لك كرسي كرسي وزيادة كرسي. ما تتعزموش على بعض. انا شخصيا ممكن اتحمل كل المصاريف بتاعت الكفن والدفنه وكل حاجه كل حاجه. دي مالك؟ انتي صفتك ايه؟ اطلعي بره يا بنت. الله يسامحكم. لا الله يسامحكم. ده دي اللي معاها سر. فين الفلوس؟ دموع التماسيح دي يا بنت. دخل المشاع. فين الفلوس؟ يا حوش يا زبالة يا المعمع. عايزين تورثوني بالحياة؟ ده بعدكم. انت لسه عايش؟ ايوه عايش. افضل عايش على قلبكم لغاية ما هدفنكم واحد واحد. انت كده هدفنكم واحد واحد واحد. انا خالي ما اخرس. انا مش خالك يا قرع يا صلبطة. ولعلمكم انا متبري منكم اليوم القيامة في مفاجأة حلوة عشانكم. حرمتكم من ميراث. لا انا عايزك ارجوك برا برا. يلا اتفضل. يلا يلا.
الدوشه بتاعتكم ولا صحته. يلا على قرعتك. يلا. يا سلام. بسم الله عليك. بسم الله ما شاء الله. سعديه. شفت ربنا كشفهم لك ازاي؟ كلهم طمعانين فيا ما عدا انت. الراجل مخيش في الحياه. معقوله دي حركه الافندي يعملها فينا؟ فصل بارد بايخ. حد يعمل كده؟ مش تتاكد؟ مش تتحقق ان الراجل مات بدل ما تجيبنا كده وجرجرنا؟ يا ابني انا وقتي بفلوس. انا اوزنك فلوس وانا صايع. انا شفته بعينيا وهو مخلص خالص، والممرضه كشفت عليه وقالت انه مات، ومفروض ان عندها خبره. كله من تحت راس العقربه السماويه اللي جوه دي، هي وش كل المصايب. انا مش فاهمه موضوع الخاتم ده منين، اذا ما كانت موجوده معانا في الاوضه ساعتها. طبعا دي تمثيليه عملتها معاه علشان توقع بيننا وبينه. طب وبعدين؟ الراجل حالف انه يحرمنا من الميراث، هنسكت؟ لا لازم نتفاهم مع بعض. بوسوا راس بعض يا جماعه، لازم نهدي نفوس بينا. بوسوا راس بعض. نو تاتش. ما هو ده قصدي، بوسوا راس بعض. انا اسف على اللي حصل مني، ما كانش قصدي، بس انت اللي ابتديت. وانا كمان حقك عليا، ما كانش قصدي. يا سلام. الحمد لله. كان نفسي ما ارجعش بيها فاضيه. وبرضه هديكوا حقوقكم واشتري بليت شيشه من الواد ابني. يا اخويا بوسوا راس بعض. قادر ركز معايا ارجوك. فكرني بطريقه كده جهنميه احرم بيها قرايب الاندال من انهم يورثوني. طب اهدى بس يا عيسى، اهدى بس واستعيذ بالله يا اخويا. هذا ازاي يا ادري؟ بيتمنوا لي الموت. انا شفت بعيني يا اخي. يا اخي ما انت كمان ما تقدرش تحرمهم من الميراث. ازاي يعني الكلام ده؟ مش فلوسي انا حر فيها، اسيبها للي يعجبني. يا اخي انت من حقك انك توصي بتلت التركه فقط، ها، والباقي هياخدوه وبحكم القانون. وايه حكم القانون ده؟ الله، دي فلوسي اديها للي يعجبني. تديها للي يعجبك وانت عايش، توهبها، تتبرع بيها، كل ده مفيش مانع. تعرف بقى، انا اهون عندي احرقها ولا اني اسيبها للاندال دول. حتى تحرقها دي ما تقدرش تحرقها. الله وايه الحكايه؟ مقفله من كل ناحيه. مش انت محامي؟ طب ما تشوف لي حل يا ادري. يا اخي الحل ان انت تصرفها وانت عايش، تتمتع بيها في حياتك، ان شاء الله يا رب تمضغها، تصرفها. اصرفها؟ لا اتمتع بيها، لكن لا اصرفها. لا يا ادري. امال هتتمتع بيها ازاي يا اخي؟ ما انت عشان تتمتع بيها لازم تصرفها. هتقعد تتفرج عليها هي سيمه ولا هي سيمه؟ والله يا ادري ما انا عارف. انا من كتر التفكير في الحاجه دي بتاع الواحد هيطلع يموت.